واخليك تعمل كل حاجه مجانا وجوده الفيديو هتبقى عاليه. كل ده باستخدام برنامج كابشنز اللي بفلوس بس بطريقه معينه هنصيع على البرنامج. ازاي تخلي الكلام اللي انت بتقوله يتكتب في الفيديو بشكل مجاني وتلقائي وبجوده عاليه. انا عارف والله ان برنامج كابشنز بفلوس، عارف والله، بس انا اقول لك على طريقه بسيطه هتخليك تعمل الموضوع بشكل مجاني من غير ما تدفع فلوس. فيديو تاني ومعكم الهامي. السلام عليكم، ازيكم يا جماعه الخير، عاملين ايه؟ واهلا بيكم في فيديو تاني ومعكم الهامي. من فتره كنت عامل فيديو عن برنامج كابشنز، شرحت فيه البرنامج بالكامل، والفيديو ده واحد من احلى الفيديوهات اللي انا عملتها في حياتي واكترهم مشاهده وانتشار. الفيديو عجب ناس كتير، بس للاسف الناس اشتكت على حاجتين. اول حاجه ان البرنامج بفلوس، تاني حاجه ان انا قلت لك لو انت مش عايز تشترك في البرنامج ممكن تعمل سكرين ريكوردنج او تصور الشاشه فيديو من جوه برنامج كابشنز وتقصقص او تعمل كروب للفيديو بتاعك بحيث ان الفيديو يبقى ظاهر هو والكلام اللي انت بتقوله. بس للاسف جوده الفيديو هتبقى ضعيفه، تعبانه، ميته، فللاسف ناس كتير زعلت من الموضوع ده. فانا في الفيديو ده هقول لك على حل للمشكلتين دول واخليك تعمل كل حاجه مجانا وجوده الفيديو هتبقى عاليه، ما تقلقش. كل ده باستخدام برنامج كابشنز اللي بفلوس بس بطريقه معينه هنصيع على البرنامج. فقبل ما نبدا ما تنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد، وده الانستجرام والفيس بتوعي، تشرفني وتنورني متابعتك يا صاحب الوجه السينمائي. وبدون كلام كتير يلا نبدا. طيب في الطريقه دي بكل بساطه احنا محتاجين 3 حاجات. اول حاجه برنامج كابشنز وبرنامج في ان وصوره سوداء. ايوه زي ما سمعت، صوره سوداء هنحتاجها. هتعرف ليه. طبعا برنامج في ان هو برنامج مونتاج بسيط جدا مجاني وبدون علامه مائيه، كنت عامل فيديو كامل عنه بشرحه، يعني ممكن تتفرج عليه من الاي اللي فوق، وانا انصحك وبشده انك تتفرج على الفيديو ده عشان هتستفيد. برنامج جميل جدا وسهل. اول حاجه هتعملها ان انت هتفتح الفيديو اللي انت عايز يتكتب عليه الكابشنز على برنامج في ان. والله انا واحد عندي الفيديو ده وعايز اكتب عليه الكابشنز. كل ما عليك انك من الاوبشن ده تضغط هنا تختار الصوره السوداء تحطها على الفيديو، وهي دي الصوره السوداء. كل ما عليك انك انت هتكبر الصوره السوداء كده زي ما انت شايف بحيث ان هي تملي الفيديو كله. من الاوبشن ده تشد الفيديو حتى الاخر بحيث ان الصوره السوداء تبقى ماليه الفيديو كله زي ما انت شايف كده بالظبط. وبكده الصوت بس هو اللي احنا عايزينه، مش عايزين اي حاجه ثانيه. ومن الاوبشن اللي فوق ده تنزل الفيديو اكسبورت، وبكده الفيديو خلص تحميل. وكل ما عليك دلوقتي انك تفتح الشاشه السوداء دي اللي فيها الصوت بس على برنامج كابشنز، كرييت امبورت، صح، ونضغط على الاوبشن ده. ودلوقتي هو بيكتب لي الكابشنز على الشاشه السوداء اللي فيها الصوت بتاعي بس. وهي دي الكتابه كلها اللي موجوده في الفيديو زي ما انت شايف كده. كتب لي كل حاجه حرفيا انا قلتها في الفيديو. فاول حاجه هتعملها طبعا ان انت هتضغط على الكتابه وتشوف طبعا لو الكتابه كلها مظبوطه، في كلمات عايزه تظبط طريقه الكتابه، تضيف حاجه، تظبط يعني تعمل الفونت اللي انت عايزه وتعمل كل حاجه انت عايزها في الكتابه. ولو مش فاهم برنامج بنستخدمه ازاي وتعدي على الخطوط وكده، يعني انا كنت عامل فيديو كامل عن برنامج كابشنز بشرحه، يعني هتلاقي اللينك في الديسكربشن. بعد ما تخلص تعديلاتك على الكابشنز كل ما عليك انك شايف انت الكتابه دي بكل بساطه هتحاول بقدر الامكان ان انت تخليها في النص كده وتكبر الكتابه شويه. وبعد كده هترجع الفيديو للاول وتعمل سكرين ريكوردنج للشاشه السوداء مع الكابشنز. فانا هعمل سكرين ريكوردنج وارجع لكم تاني. وهي دي السكرين ريكوردنج، تفتحها في الجاليري عادي وتضغط على اديت من فوق، وبعد كده تضغط على كروب وتحاول بقدر الامكان ان انت تقصقص الفيديو على بس الكتابه زي ما انت شايف كده بالظبط على الكتابه، وتضغط دن زي ما انت شايف كده. بص الكتابه بس هي اللي بقت ظاهره. وتفتح الفيديو ده بعد ما قصيته على برنامج في ان. كل ما عليك ان انت تعمل زوم على التايم لاين زي ما انت شايف كده، وتحديدا استخدم برنامج في ان مش اي برنامج تاني، عشان احنا هنستخدم جزء الصوت اللي تحت ده عشان نعرف الفيديو بدا منين. زي ما انت شايف كده بص، من اول الصوت ما يبدا كده اعمل سبليت وامسح ديليت، وعند نهايه الفيديو اعمل سبليت او كات وامسح الجزء الباقي اللي هو الزياده ده. وكده بقى بالظبط عندنا الكتابه زي ما انت شايف كده. وننزل الكتابه او الفيديو اكسبورت. هتفتح الفيديو الاصلي على برنامج في ان، وبكل بساطه هتضغط على الاوبشن ده بحيث ان انت تضيف الكتابه. وكده زي ما انت شايف انا ضفت الكتابه وبالظبط عشان احنا قصينا الشاشه السوداء مع صوتي مع الكتابه لوحده فظبط على الفيديو بالظبط زي ما انت شايف كده بالظبط. استنى لحظه، ما تنساش تعمل لايك، كمل الفيديو. وكل ما عليك انك هتدور على اوبشن اسمه بلندنج اللي هو ده، هتضغط عليه وشايف انت الثلاث اوبشنز دول تختار واحد منهم. بص كده 1 2 3، اختار اي واحد فيهم مش هتفرق، او ممكن تفرق فرق بسيط. فلنفترض مثلا انا هختار ده سكرين وتضغط صح، وبكده مبروك بقى عندك الكابشنز على الفيديو بتاعك اللي هو جودته عاليه اصلا زي ما انت شايف كده. فانا مثلا والله احاول اظبط الكتابه، مثلا احاول اصغرها كده شويه واحطها في نص الفيديو زي ما انت شايف كده. مثلا 5 مميزات هتجيلك لو دفعت ووصلت الحساب بتاعك على انستجرام. وطبعا هنا يعتبر في صوتين فممكن الصوتين يبقوا عاملين ازعاج شويه، فاحنا بكل بساطه هنضغط على الاوبشن ده اكستراكت اوديو وهضغط على الفوليوم من هنا بالعلامه الزرقاء لزوم فشخره. تاني ميزه
ميزه وكده بقى عندك الكابشنز مع الصوت الاصلي اللي هو بتاع الفيديو مع بعضيهم زي ما انت شايف كده. بص كده. 5 مميزات هتجيلك لو دفعت ووثقت الحساب بتاعك على انستجرام. اول ميزه انك هتوثق البروفايل بتاعك على انستجرام بالعلامه الزرقاء لزوم الفشخره وكده. تاني ميزه اولويه ظهور التعليق بتاعك في الكومنتات. وطبعا انت ممكن في برنامج كابشنز من الاول تغير طبعا الفونت بتاع الكتابه او تغير اللون طبعا على حسب الفيديو، فانت طبعا ايه تقرر في البدايه خالص واعمل اللون اللي انت عايزه او الشكل اللي انت عايزه وبس. وهي دي الطريقه بكل بساطه. يعني انا خليتك دلوقتي تكتب الكابشنز على الفيديو بطريقه مجانيه وبجوده عاليه وباستخدام برنامج كابشنز وفي ان. فلو استفدت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتنشر الفيديو لاي حد حابب ان هو يكتب الكابشنز على الفيديو بتاعه بشكل مجاني زي ما انت شايف كده. وبس كده، ده كان فيديو النهارده، اتمنى يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا. ولو عندكم اي فكره فيديو او موضوع معين اكتبوا لي في الكومنتس وانا بقرا كل الكومنتات يا اصحاب الوجوه السينمائيه. وكان معاكم الهامي واشوفكم في فيديو تاني. ايام من حياتي ضيعتها 5 مميزات هتجيلك. تعمل لايك